سيدنا إبراهيم حينما ابتلي أن يذبح ابنه إسماعيل، حينما ابتلي أي امتحنه الله، إن هذا لهو البلاء المبين، أن يذبح ابنه إسماعيل. ومما يزيد هذا الامتحان صعوبة أنه ما جاء بشكل صريح، جاء بشكل رؤيا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شيء ليس سهلا أن إنسان يذبح ابنه الشاب وهو نبي. لو أنه قيل له: سيأتي من يذبح ابنك فاصبر، أهون. أما ينبغي أن تذبحه بيدك وهو ابنك. وسيدنا إبراهيم لئلا يأتي ابنه هاجس العقوق: لم تذبحني؟ من قال لك ذلك؟ لئلا يأتي إلى ابنه هاجس العقوق شرح له القضية. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بأي مستوى سيدنا إبراهيم؟ يعني الآن تطلب من إنسان ساكن جانب المسجد يحضر درس بس، والمسجد مدفأ في الشتاء ومكيف في الصيف، وفي مياه باردة للشرب، وفي مياه ساخنة للوضوء، والسجاد سميك، وفي تحت السجاد مواد من أجل أن تستريح، لكن إحضار درس عم يقول له: اذبح ابنك. نحن لا نحتمل هذا الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. متى يمكن أن تكون إماما؟ حينما تبتلى فتصبر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. أيها الإخوة، الآن دقق. فلما أسلما، الأب النبي الكريم أبو الأنبياء استسلم لهذا الأمر، والابن الشاب البار بوالده المؤمن بربه وبحكمة ربه قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ماذا يستنبط لنا؟ أنه حينما يأتي من قضاء الله وقدره شيء مزعج أو متعب أو مؤلم وتقبله، سريعا ما ينزاح عنك. أما إذا لم تقبله تأخر بقاء هذا القضاء والقدر فيك. هذا الدرس. المؤمن الصادق واثق من حكمة الله، واثق من عدل الله، واثق من رحمة الله، لذلك يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا واليقين. من هنا قال سيدنا علي: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.